البداية نبدأ بالصلاة على النبي، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. اسمع يا سيدي يا بخت من كان ولا بخت من درى. في مدينة مواء الآلية اللي كلها ألوان وضحك ولعب، كان عايش قط صغير كده اسمه ميكاو. ده كان قط سكر بزيادة، فروه أبيض زي التلج وعليه بقع برتقالي بتفرح القلب، وعينيه الزرقاء الواسعة كانت بتبرق فضول وحب استكشاف. ميكاو كان بيحب اللعب، وكل يوم لازم يكتشف حاجة جديدة، بس بصراحة كده كان أحياناً مندفع حبتين. لكن ميكاو ما كانش لوحده، كان معاه 3 أصدقاء روبوتات قطط زي العسل. أولهم كان زينو، روبوت قط رفيع كده وطويل، كله فضة بتلمع وتفاصيل زرقاء منورة. عينيه كانت شاشتين صغيرين دايما بيضحكوا. زينو ده كان دماغه موزونة وحكيم، ودايما مستعد للمساعدة بأدواته اللي كانت معاه في صندوق صغير على ظهره. تانيهم كان بوبو، ده روبوت قط قصير ومكلبز كده، كله بلاستيك أصفر فاتح وعليه زراير كبيرة وملونة. عينيه كانت خضرة وبتلف بمرح. بوبو ده كان شقي جدا ومتهور ويحب يتنطط، بس كان أحيانا بيلف وشه عن الحاجات المهمة. وآخرهم كانت لونا، دي روبوت قطة شيك وأنيقة قوي، كلها من معدن وردي ناعم ولمسات بيضة بتبرق. عينيها كانت زي اللوز وبتلمع بلون بنفسجي، ودايما كانت بتدي نظرات ذكية. لونا دي كانت ذكية جدا وبتحب تحل أي مشكلة صعبة، بس كانت رقيقة كده وحساسة أحيانا. في يوم مشمس وجميل، ميكاو وأصدقائه قرروا يروحوا يكتشفوا حديقة الألعاب الآلية اللي لسه فاتحة جديد. الحديقة كانت بتجنن، كلها ألعاب وألوان تخطف القلب. وهم بيلعبوا ومبسوطين، عين ميكاو جت على بالونة حمرة بتلمع، طايرة بعيد كده ناحية منطقة الألعاب الخطرة اللي ممنوع حد يقرب منها. ميكاو من غير ما يفكر نسي كل تحذيرات زينو ولونا وبوبو وجري ورا البالونة زي الصاروخ. دخل ميكاو المنطقة الممنوعة اللي كانت عبارة عن متاهة كلها حاجات ميكانيكية بتتحرك. ومفيش ثواني ميكاو لقى نفسه تايه وخايف، والبالونة الحمراء اللي جرى وراها كانت علقة فوق مكان عالي ما قدرش يوصله. لكن يا سيدي زينو وبوبو ولونا سمعوا صوت ميكاو وهو بيصرخ وبيعد على جهاز الاتصال اللي كان في طوقه. مفيش ثواني أصدقاء الروبوتات قرروا يروحوا ينقذوه بسرعة البرق. زينو بذكائه استخدم أدواته عشان يفتح أبواب المتاهة اللي كانت مقفولة، وبوبو الشقي استخدم قفزاته السريعة عشان يتفادى كل العقبات المتحركة اللي كانت بتقابلهم. أما لونا الذكية فكانت بتحل أي لغز ميكانيكي يقف في طريقهم من غير أي مجهود. وبعد مجهود كبير وصل الأصدقاء الثلاثة لميكاو، وبمساعدة أدوات زينو اللي بتعمل أي حاجة، وقفزات بوبو اللي مبتقفش، وذكاء لونا اللي ملوش حدود، قدروا يوصلوا للبالونة الحمراء وينقذوا ميكاو من المتاهة الخطرة دي. ورجع الأصدقاء الأربعة لمنطقة الألعاب الآمنة وهم طايرين من الفرحة ومبسوطين إنهم مع بعض. ميكاو اتعلم درس مهم جدا في اليوم ده، إن لازم يسمع نصيحة أصحابه وميستعجلش في أي حاجة. وفي آخر اليوم رجعوا بيوتهم وهم بيوعدوا بعض بمغامرات تانية كتير في مدينة مواء الآلية، بس المرة دي هتكون بحذر أكتر وكمان إثارة أكتر. وفي نهاية حكايتنا دي مش بس الأبطال هم اللي كسبوا ولا الأشرار هم اللي اتغلبوا وخلاص، لأ، ده كان فيه درس كبير لكل اللي في مدينة مواء الآلية ولينا إحنا كمان. ميكاو اللي كان طيب ومحب للمغامرات بس متهور شوية، اتعلم إن الشجاعة مش بس في إنك تجري ورا اللي نفسك فيه، لكن كمان في إنك تسمع كلام اللي أكبر منك واللي بيحبوك بجد. زينو بذكائه وحكمته، وبوبو بنشاطه وقوته، ولونا بإبداعها وحلها لأي مشكلة. ورونا إن القوة الحقيقية مش في شخص واحد، لكن في التعاون، وفي إن كل واحد فينا يستخدم موهبته المختلفة عشان يكمل التاني. الأيام بتعدي والمغامرات بتيجي وتروح، لكن اللي بيفضل هو الصحبة الصالحة والثقة اللي بتبنيها مع اللي حواليك. الواحة رجعت آمنة ومزدهرة، مش عشان الأشرار اختفوا، لكن عشان أهلها تعلموا إنهم يقفوا لبعض، وإن في كل واحد فيهم بطل مستخبي. ومهما كبرنا هتفضل أسطورة ميكاو وأصدقاء الروبوتات بتفكرنا إن الحياة كلها مغامرات، ومهما كانت صعبة دايماً بنلاقي طريق لو إيدنا في إيد بعض، وفي حكمة بتنور طريقنا في كل خطوة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة يا أبطال. نتمنى تكونوا استمتعتوا بمغامرة ميكاو وأصدقائه الآليين، وحسيتوا بجمال الصحبة وقوة التعاون.
لو عجبتكم القصة وحابين تشوفوا مغامرات تانية كتير لمايا والزناتي أو أصدقاء الروبوتات، متنسوش أهم حاجة: اعملوا لايك للفيديو وسابسكرايب للقناة لو لسه معملتوش، والأهم من ده كله فعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل حكاياتنا الجديدة أول بأول. دعمكم ده هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم أحلى القصص. مستنيينكم في المغامرة الجاية.